السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الهنا والسعادة على عيونكم. النهاردة معانا رز صيادية وسمك مقلي. النهاردة هنحمر بصلاية، وجبنا معلقة توم وهنحمرهم الاتنين مع بعض، ونحط لها معلقة كزبرة ناشفة تاخد التقليبة معاها، وما شاء الله تلاقي الريحة جميلة. وبنبشر جزراية وبنجيبها نلوحها برضك معاها، بس بعد ما بتحمر بقى نحمر البصلة والتومة، نجيب الجزراية، نجيب جزرتين نبشر واحدة وبنحطها عليها وبنلوحها في بعضها كده مع الكزبرة، ونرجع نجيب نكون غاسلين الرز ونقعينه ونجيبه نحط ونفضيه عليه، مش نغلي مية، لا، بنلوحه فيها في البصلة والثوم والبصل والكمون والكزبرة، ونديها تلويحة، نلوحها مع بعضها. هنا ما شاء الله شوفوا البتاع، الخلطة بتاعتها جميلة جميلة جميلة، وبتبقى في الطعم في الأكلها تغيير وحلو، بتبقى جميلة. شوفوها برضو كيت وجربوها. بنلوحها برضو، نلوحها شوية، نلوح الرز شوية بالخلطة اللي فيها لغاية ما حباية الرز دي تتلون، تبقى بنية كده، منسيبهاش بيضة ولا حاجة. بقية الجزراية هي برضو هنحطها عليها وتخلي التقليبة. ما شاء الله الرز مفلفل وجميل. هنا فرمنا قرن فلفل شطيطة وهنقلبه فيها برضو، هنكمل بقية التلويح بتاعها ونقوم حاطين لها المية بتاعتها. ما شاء الله شوفوا عاملة ازاي مفلفل وجميلة. اوريهولكم اهو، شوفوا. نحط لها بقى المية بتاعتها ونسيبه يستوي مع بعضه كده. ومعانا السمك نضفناه ونقعناه بمية وملح وليمون. وهنا كنا جبنا كزبرة معانا وخرطناها، نلوحها فيها برضو كده تاخد الريحة بتاعتها. بتاع الرز حبيته بقت بنية ازاي، والجزرة مش باينة فيها، بس طعمها حلو، طعمه حلو في الاكل. جبنا احنا بقى السمك، كنا نضفناه ونقعناه بمية وملح وليمون، وسيبناه منقوع لما عملنا له التتبيلة بتاعته. هنا كنا احنا حطينا للرز بقى ميته بقى، وياخد سويه مع براحته كده. ونقعنا نضفنا السمك ونقعناه نعمل التتبيلة بقى بتاعته. نجيب راس توم، نجيب راس توم وقرن فلفل وقرن شطيطة، ونفرمهم في الكبة، ونحط لها الملح بتاعها والكمون والكزبرة، كمون وكزبرة وملح وبابريكا وشطة وبهارات سمك. هنقلبهم مع بعض ونقوم وعاملين عصرين كوباية ليمون. كوباية الليمون ديت هنلفها فيهم، دي البهارات بتاعة السمك. عادي يعني، مش حاساها عادي، مفيش فيها حاجة. جبنا كوباية الليمون عملناها وهنلفهم في بعض كلها. هنتبل بالتتبيلة دي كلها السمك، مش هنحط في قلب السمكة، لا، كلها في بعضها كده. هننقع السمك في قلب التتبيلة دي. هنقلب الملح معاها وهنلفهم هنعملها في السمك، نملح السمك به، والسمك كلها هيبقى متحدق، لا في قلبه ملح زيادة ولا في قلبه دقة ولا حاجة، كلها هيبقى شارب من بعضه. وبننقعها بقى وبنسيب السمك ده كده ساعة نص ساعة حسب ما الوقت اللي قدامك. بنقلبها بالمعلقة ونقوم ماسكاها بقى، تبقى ايديكي بقى وتقلبيها وتلفي التملحة كلها فيها. وبننقعها ساعة نص ساعة حسب ما انت عاوز. ونجيب الدقيق بقى وبنتبلها في الدقيق وبنحمر. هي كده كانت شربت التملحة بتاعتها بقى وبقت حلوة اهي. جبنا الدقيق هنقلبه في الدقيق وهنحمر السمك. والواحدة اللي نقلبها في الدقيق نحمر على طول،
ما نسيبش ايه عشان ما هنا بطنها هي كانت برضك ما شاء الله جميلة. وبنحمرها اهوت الواحدة بوحدتها كده، اللي تقلب في الدقيق تحمرها على طول، ما تسيبهاش ايه عشان ما تشربش الدقيق بتاعها. كنا عملنا الكمية اللي معانا كلها، حمرناها، عملنا الكمية اللي معانا. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتشتركوا في القناة.